مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم يسعدني ويشرفني يكون معي اللاعب الموهوب نجم نادي المغير السرحان، الكابتن المهاري الكابتن أحمد بشير. كابتن أحمد، أهلا وسهلا فيك. نورتني بسرايا. الله يزيدك شرف إن شاء الله يا رب، وأهلا فيكم جميعا وشكرا على الاستضافة الحلوة هاي مع أخوي عبد العزيز. كابتن أحمد، في البداية اسمح لي إنه نحكي عن الموسم الماضي. موسم كان عصيب عليكم، كان في توتر، كان في شد عصبي، خصوصي إنه مغير السرحان استنى للحظات الأخيرة مباراته مع الوحدات على أساس إنه ثبت. شو انطباعك عن الموسم الماضي؟ طبعا هو أكيد يعني موسم صعب، يعني أنت لما بتحكي فريق بصعد من الأولى صحيح، وخلي نفس اللعيبة عليه، فأكيد راح يكون إشي صعب. صحيح. وهذا تحدي للعيبة وللكابتن خالد دبوبي، يعني الله يعطيه العافية، بمسي عليه. حارب كل الإدارة تاعت مغير السرحان إنه أنا بدي أخلي هاي اللعيبة معي للمحترفين. وهذا التحدي كان كثير كبير، وهو كلمة حكاها طبعا قبل الموسم إنه بده يغير فكرة إنه اللي بيصعد بهبط بنفس السنة، وقدر إنه يغير. والحمد لله يعني بجهود الكادر الفني والإداري والطبي واللاعبين، يعني اللي بنشكرهم على هيك موسم. ضحينا بكثير شغلات والحمد لله رب العالمين. يعني كان كل واحد عنده انه لا الهدف تاعه انه لازم نثبت ونعكس الصورة المنيحة للعيبة هاي، والحمد لله رب العالمين ربنا كافأنا. بدي أرجع بالذاكرة شوي لورا. مباراة مغير السرحان والوحدات، المارد الأخضر، بريبويسما، استاد فل. الوحدات يستنى نتيجة الفيصلي في كاس دوري، ومغير السرحان أيضا يستنى نتائج الفرق الأخرى على أساس إنه يتثبت أو يبقى. عند صافرة النهاية ولما عرفتوا إنه في ثبات بدوري المحترفين، شو كانت مشاعركم؟ يعني صراحة لا توصف. يعني أنت لما بتحكي إنه قدمت مجهود سنة كاملة وبالآخر إنه مثلا لا سمح الله فاز الصريع على معان، أنت بتهبط، كان شعور مأساوي. للحظات إنه لما معان حطوا الجول وعرفنا فيه، يعني لو تشوف اللعيبة ترى كل مباراة، يعني لاعبتنا قاعدين بتطلعوا فرحتنا اللي احنا قاعدين على الدكة. شوف قديش انه الفرحة، وفي ناس صارت تبكي وتصيح ونزلت تسجد. يعني الحمد لله كان انجاز كثير تاريخي. صحيح. اللعيبة طبعا بنحكي عن موسم مغير السرحان كانت نتائجه بالذهاب افضل من الاياب بشهادة جميع المحللين. صحيح. شو اللي اختلف عليكم بين الذهاب والاياب؟ يعني قدرتوا تنافسوا الوحدات، قدرتوا تنافسوا الفيصلي، قدرتوا تسببوا ازعاج الفرق المقدمه، ولكن في الاياب صار في دروب وطول. يعني صحيح. شوف يعني انت هي لها اكثر من مقياس. انت لما تحكي لعيبه اولى متعودين على انهم يلعبوا 4-5 شهور ويقعدوا، فانت لما احنا ما قلنا يعني النفس طويل، النفس الطويل صحيح مش موجود كان، يعني كاول سنه احنا ما بنعرف هاي الامور. فبتحس اللعيبه انه خلص يعني حطت كل اللي عندها بالذهاب وبالاياب، قالت خلص انا على الله ما عندها نفس. وفي كمان يعني عوامل انه ملاعب ما كانت تتوفر كثير، لانه الامور الماديه كانت شوي صعبه على النادي. يعني ما في عندنا راعي لنادي مغير السرحان، فاكيد بتواجه صعوبه يعني من هذا الشيء. الكابتن احمد بشير، هل انت باقي مع نادي مغير السرحان؟ طبعا جماهير مغير السرحان بتعرف هذا الشيء، ولا انه راح تنتقل نادي اخر؟ انا باقي لي سنه واحده مغير السرحان. يعني مستمر؟ نعم انا موقع سنتين معهم، كنت السنه الماضيه وباقي لي سنه في العقد. طبعا بحسب مصادرنا، واحنا زي ما بتعرف انت ما شاء الله عليك، يعني ما بدنا نقول المدح بالوجه المدح، ولكن انت من اللعيبه الموهوبين والمهاريين جدا، وتحت انظار عدد من الانديه كبيره. الان انا بدي اسال، يعني لو اتى عرضين لكابتن احمد بشير، وهذا طبعا على مستوى الاردن الكل يعلم انه تمثيل الفيصل او الوحدات، لو جاك عرضين من الفيصل ومن الوحدات، كفه مين بتميل؟ هسه احنا حاليا مع مغير السرحان، واللي كاتبه ربنا بيصير. يعني انت ما بتعرف الايام شو مخبيت لك. فانا ما الواحد ما بعد، احنا بزمن الاحتراف. صحيح. يعني الواحد ما بيعترض فيصل وحدات شو ما كان. طيب كابتن حمزه الدردور ونوجه له تحيه على سبيل المثال، ومثل الرمثة بسنوات عديدة. صحيح. ولما جاء عقد احتراف من الوحدات وهو منافس اكيد اللاعب الاردني بدور على رزقته بالاول عن اخر، وفي انت يعني في انتماء، في لعيبه بتنتمي لانديه، بتحب انديه،
فاكيد الواحد ما راح يعترض على هذا الشيء. صحيح. اكيد. كابتن احمد، انا بعرفك من زمان وتشرف انك انت صريح. والله انه الشرف يا حبيبي. بعرف من زمان انك انت انسان صريح، فانا حابب اعرف منك شو التحديات اللي يواجهها اللاعب الاردني؟ يعني عندنا لاعبين ذو موهبه، الكواليتي عندهم عاليه، ولكن صحيح. عنده تحديات انه اللاعب لما يفوت عندك على الملعب يكون بشتات، ما يكون يعني بيعطيك اللي عنده. شو التحديات اللي تواجهكم انتم كلاعبين؟ هسا اللاعب الاردني يعني ما في لاعب اردني انه ما عنده وظيفه. المفروض انه يعني الواحد عشان يمشي اموره الا يكون عنده وظيفه. هسا اللاعب الاردني لما يروح يلعب مباراه مثلا على الساعه 9 10 الصبح مع مع دوامه. حلو. يعني انا بدي احكي لك عني مثلا، انا في الحرس الملكي لما يكون انا عندي مباراه في دوري الجيش. حلو. بدي اروح العصر يكون عندي مباراه في الدوري. ما تعطي يعني كيف بدي اعطي؟ وانت يعني مجبر تعطي هون وتعطي هون. فاكيد يعني عامل كثير صعب هذا. كابتن احمد، احنا لما نحكي عن كابتن احمد بشير او يوسف نحكي عن نجم بمغير السرحان، طبعا ما بننسى اللاعبين الثانيين اكيد، ولكن خلينا نحكي بالتوب 5 يكون احمد بشير حاط بصمه له خصوصي اداء ضد الوحدات على المستوى الفردي، ضد الفيصلي، ضد الرمته، ضرباته بالحره يعني اللي الحارس ما بيشوفها الا بال90 صراحه. شو سر الاداء المميز اللي ظهرت فيه في الدوري؟ هسا يعني الواحد كان متعطش انه يلعب في المحترفين دوري الاضواء. اكيد، وهي الفرصه يعني ما بتتكرر. يعني الواحد لازم يتمسك اقل الفرص. صحيح. والحمد لله يعني كان الموسم هذا يعني مشكور للكابتن خالد دبوبي ولاداره مغير السرحان انه حطوا الثقه في احمد بشير. وان شاء الله انه كنا قدها يعني. اكيد يعني بدك تعطي. صحيح. انت متعطش بدك تلعب، بدك تعطي. صحيح. فيعني هي موسم كان اوكي في تحديات، بس الواحد طلع بصوره مشرفه له ولناديه. وان شاء الله يعني خلص الهيبه راح، الرهبه راحت من اللعيبه. والموسم الجاي راح تشوف مغير سرحان في 6 7 واكثر نجوم ان شاء الله. طبعا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. كابتن احمد، انت لعبت ضد مدافعين كثير خصوصا على جهتك، سواء كانوا لاعبين منتخب او لاعبين عاديين. مين المدافع اللي غلب احمد بشير، او مين المدافع اللي شاف احمد بشير مميز؟ صراحه المدافعين ما شاء الله عليهم جميعا. يعني بنشهد لهم، بس يعني تقدر تحكي من الرمثة يعني كوليبالي، مع انه يعني محترف بس انه هو بغلب كثير للامانه. انه قوي كثير. نروح على وين؟ زي ما بدك يعني. انت بتشوف عندك نزار رجدان. نزار بما انه انا مثلا كلاعب طرف انه بفوت على العمق كثير. صحيح. بواجهه كثير. ف مميز جدا. هم هذول الاثنين يعني كانوا قلبي. خلال الدوري شو اصعب مباراه واجهتك؟ يعني بتحس فعلا انه مباراه كنت بتحكي كابتن احمد فعلا نشأت لي العام يعني. انا لعبتها يعني ولا احنا؟ لا انا بحكي عنك انت شخصيا. مباراة الفيصلي في الاياب اللي باستاد الامير محمد. صحيح. الفيصلي في عندهم طبع انهم بيضغطوا على حمل الكرة. صحيح. لاعبين وثلاث. فانت ما بتقدر تتصرف لما تلاقي 2 3 يعني ضاغطينك. بدك خلص تلعب باص، يعني اهون الاسباب العب باص خلص. فكانت هاي انت ما بتقدر تعمل فيها شيء. صحيح. يعني ما بتلاقي فراغات عندهم. كانوا مسكرين كثير مع الضغط، كانوا بيضغطوا كتله واحده. يعني واجهنا صعوبه كثير معه. كان على جهتك بتذكر الكابتن ورد البري الصديق. ورد البري غلبنا. صحيح. كابتن احمد بشير، احنا شفنا كاس العالم بقطر 2022. طبعا كاس عالم اثبتت قطر فيه انها قادره على استضافه اقوى وابرز الفعاليات العالميه. انت كلاعب كره قدم كيف شفت المنافسه بكاس العالم قطر 22؟ من احلى المواسم، من احلى السنوات في كاس العالم كانت. يعني الله يعطيهم الف عافيه قطر. يعني شيء كثير كان بجنن حتى للمشاهده. يعني انت تخيل انت مشاهد ومستمتع في اللعب، فما بالك انت لو لعبت في كاس العالم في هاي السنه. يعني شعور كثير كثير جميل. من باب خبرتك وانت من زمان سواء بالجامعه الاردنيه او بالحرس الملكي
او بانديه اخرى، وكنت سواء معاصر سواء لاعبين محليين او دوليين، وانا بعرف انه تربطك فيهم جميعهم علاقه طيبه. شو يعني بس جيلنا هذا ضد النواة انه يوصل كاس العالم 2026؟ جينا بده حدا هيك فوق راسه، يضل فوق راسه. الموهبه موجوده، الموهبه موجوده، كل شيء موجود عندنا. ناقصه الواحد انه راحته النفسيه، يكون مرتاح نفسيا، يروح على المباراه انا مرتاح نفسيا، بس بدي العب 90 دقيقه وخلاص، ما يفكر باشياء ثانيه. طبيعه الاكل عندنا وطبيعه السهر، يعني ما في اي لاعب اردني تقول لي بدي انام على 9 بالليل ولا 8 بالليل، ما بتلاقي. يعني انطارت يعني 12 واحده بتلاقيه انه خلص يعني. الا شغله السهر هي عدو اللاعب. ف ان شاء الله يعني ان شاء الله يتغير السلوك اكيد ونشوف المنتخب بيمثلنا، خصوصا انه في يعني زياده للمقاعد، صار 48 منتخب ان شاء الله. قدوة احمد بشير بالحياه؟ انا دي ماريا حبيب قلبي. خارج المستطيل الاخضر بالحياه. شو السؤال؟ انت مين تقتل احمد بشير؟ يعني اب بقدوه معينه، يعني مين ملهمك بالحياه؟ ملهمه، حلو هذا. انا لي اخ اكبر مني 8 سنين، الله يسلمك يا رب، اسمه ابو بشير. هو ابو بشير الاصلي. للامانه قدوه. يعني مر عليه تجارب كثير في الحياه، وبتحسه يعني واعي لدرجه كبيره. فكثير بقعد معي، يعني هو من احد الاسباب اللي خلاني استمر في كره القدم. يعني هو كان حارس في نادي الاهلي هو. وما كمل، فحب انه واحد من العيله صحيح. انه يكمل المسيره يعني. صحيح. اكثر شيء يخيفك بالحياه؟ يعني احمد بشير مش يخاف؟ احنا ما في شيء بخوف بالامانه. جواب واضح جدا وذكي لك. الله يسلمك يا كابتن احمد، انا بعرف انه انت بالنسبه لك العائله شيء مقدس طبعا، وبحب سواء لاسرتك او لعائلتك بشكل عام. شو بتحب تحكي للعائله من هذا المنبر؟ يعني ابوي وامي الله يطول بعمرهم. امين. للامانه يعني ما بتلاقي اب وام زيهم. يعني انا بشوف ابهات كثير، بس للامانه زي ابوي بشير ما بتلقى زيه. نوجه له تحيه. الله يسلمك يا رب. طيب في الختام كابتن احمد، شو بتوجه رساله لجماهير كره القدم الاردنيه وجماهير مغير السرحان خصيصا؟ بترك لك المجال تجيهم اللي بدك اياه ويجوا خاطرك. الله يعطيهم الف عافيه. يعني جماهيرنا الاردنيه ترفع لهم القبعات. ورا لعيبتهم وانديتهم، وين ما يروحوا بتلاقي في اربد، في عمان، في الزرقاء، صحيح. كل الجماهير بتكون موجوده. مغير السرحان يعني مع انه اول سنه لهم، للامانه مشكورين على الوقفه هاي. يعني وقفوا معنا، كانوا يجوا على اربد، على عمان او وين ما كان، مع انه مش هالعدد الكبير يعني لجماهير نادي مغير السرحان. المسافه كابتن. صحيح هي احنا يعني الوضع الاقتصادي الصعب كمان. صحيح. وحتى كمان يعني التذاكر. صحيح. التذاكر مرات تعلى بتنزل، فبواجهوا صعوبة، خاصة الشعب الأردني. شاف الوضع. صحيح. أصدقائي، في الختام هون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع الكابتن أنيف والرافي جدا. الله يسلمك. أحمد بشير أبو يوسف، كونوا معنا مع ضيف جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.